أهلا وسهلا بيكم أجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. أهلا وسهلا في رحلة جديدة من رحلاتنا. احنا دلوقتي في محطة حماتي من كل قلبي مع جيهان سالم. هنتكلم في محطتنا عن الحموات الحسنوات، الحاجات اللي زعلتنا منهم والحاجات اللي هلكتنا من الضحك، يعني من الآخر هنحكي مواقف. يلا بينا نطلع فاصل واوعوا تروحوا بعيد، استنونا. يا هلا بأجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل جولتنا مع الحاجة أم الننوس. الحلقة اللي فاتت وصلنا محطتنا وكنا سايبين الحاجة فرحانة إن بنتها جالها عريس، وطبعا هي كانت طايرة من الفرح. حمات بنتها جات مع ابنها تشوف العروسة وأهلها، وأم العريس قاعدة مش طايقة نفسها، ومرات ابنها قاعدة بتتفرج عليها وهي عمالة تتشرط عليهم. كل حاجة أم العريس تقول عليها حماتها على طول بتوافق عليها وتقول لها إيه اللي تأمري بيه؟ حاضر، خليها علينا من عيوني، انتي بس أأمري وأنا أنفذ. ومرات ابنها بتقول لنفسها معقول هي دي حماتي؟ هي دي الست اللي مبهدلاني معاها؟ هي دي اللي ما بيعجبهاش العجب؟ المهم الخطوبة الحمد لله تمت، وطبعا مرات ابنها هي اللي بتعمل كل حاجة، توضب وتروق وتنزل تشتري الطلبات وتعمل العزايم أشكال وألوان. وبعد أي عزومة لو البنت قالت وتوجعت من كتر التعب، حماتها بتاكلها وكأن البنت ما بتحسش ومش من المفروض إنها تتعب أبدا. وعلى طول معاملة وحشة قوي قدام العريس وأهله، وجوزها ولا بيتدخل، بس هو كل اللي عليه معلش استحملي، معلش عشان خاطري. المهم قرب الفرح وحماتها طالع عينيها مع حمات بنتها، وهي طبعا فرحانة لأنها لقيت حد ياخد لها حقها منها، لأنها مش عارفة تاخد حقها. اتجوزت البنت وراحت بيت جوزها، وطبعا هي زي معظم حموات العرب بتدلع جوز بنتها وبتطلع عين مرات ابنها. المهم فضلت الحلوة بقى لمرات ابنها، ورجعت تاني تخطط لها علشان تسود لها عيشتها، والبنت فاض بيها وخلاص جابت آخرها وغضبت وراحت بيت أهلها. طبعا أم الننوس فرحت وفضلت تقول لابنها سيبك منها، ده أنا أجوزك ستها، الجملة الشهيرة لكل أم شريرة بتكره مرات ابنها. صدق المثل اللي قال لو كانت الغلة قد التبن لحبة الحما مرات الابن. وفضلت تشحن فيه في الرايحة والجاية وقعدت على ودانه، وطبعا زي ما انتوا عارفين الزن على الودان أمر من السحر، وهي مش أي حد لأن هي أم جبروت، وهو مش أي حد لأن هو ابن أمه. فضلت كل يوم تجيب له عروسة لحد ما أقنعته بواحدة، وعلى طول جوزته. وطبعا البنت لما عرفت ان جوزها اتجوز طلبت الطلاق، حقها طبعا، وفعلا اتطلقت منه. ما هو الننوس كان أباجورة ولا كان يستاهل بنت الناس، كانت خسارة فيه لأنها كانت مؤدبة بزيادة. المهم بقى العروسة الجديدة تنقية ماما طلعت عين ماما وعين ابنها، وكانت حماتها هي اللي بتعمل لها الأكل وتنظف لها البيت وتعمل أي حاجة علشان تراضيها. العروسة ما كانتش فاضية، كل يوم كانت عندها جدول أعمال، الصالون، الخروجات مع الصحاب، النادي، وهو يرجع البيت ياكل عند ماما، وماما هي اللي بتعمل له كل حاجة، وهو ولا كان يقدر يتكلم معاها زي ما كان ما بيقدرش يتكلم مع أمه. وطبعا عاش معاها مش سعيد، وأمه ما تقدرش تتكلم، ما هي اللي نقتها له، تنقيت ماما يعني من الآخر. هي دي نتيجة أي علاقة يكون الزوج فيها بتاع ماما، ويبقى سلم لي على ماما.
ودلوقتي وصلنا محطتنا، محطة حماتي من كل قلبي. كنتم مع جيهان سالم.